مال هادي ومال هذا تا اش طارينا يا صاحبي؟ صات شي حوايج كيطراو مؤخرا راه كيسطيو لي عقلي. داكشي علاش اليوم غادي نهضروا على اهم الشخصيات اللي باينين في السوشيال ميديا المغربيه مؤخرا، حيتاش علاش لا بصح بقيت كندير فيديوهات غير على اليوتيوبرز الاجانب ونسيت كاع الاساطير اللي عندنا في المغرب اصاحبي. حشومه كاع. وفريمون فاش قلت في الفيديو اللي فات بلي كتعجبني السوشيال ميديا المغربيه راه ما كذبتش. شوف هذا مثلا، كاينين شي ناس كيقولوا لي حبس هادشي اللي كدير، انت غير كتحلم، حنا معاك تا تسطا، انت غير هبيل، انت غير حمق. المهم جيت نقول لكم اودي انا هاد الناس هادو راه صافي فشلوني. انا ديما فرحان. السطره الهربه والله حتى خلعني بديك الوقفه اللي دار على غفله. وما عرفتش علاش فاش كنجي انا ندير بحالها ونوض بالزربه السيستم ديال الجسم ديالي كله كيطيح بحال السي اش. كتبدا تشوف الضبابه وكتجيك الدوخه بحال ما عرفت شنو درت وانا غير وقفت وصافي. فهذه هي الفكره ديال هذا الفيديو اليوم. غندوروا على هادو شويه واحد بواحد. سولي اللي كيعجبك هاد الانواع ديال الفيديوهات خلي واحد لايك واشتراك في القناه راه فابور. تقدر تحيدها في قمه بغيتي الا غيرتي رايك شي نهار. ولكن قبل ما نبداو بغيت نخليكم مع السبونسور ديال هذا الفيديو هذا واللي هو ماكس اي اي. عارف بلي السبونسورات اللي كنت كنجيب لكم قبل كانوا بفلوس، ولكن السبونسور اليوم كل شيء فيه فابور ما غادي تخلص حتى شي ريال. حيت ماكس اي اي هو افضل مساعد ديال الذكاء الاصطناعي يقدر يكون عندك. حيت هو عباره غير على اضافه كتزيدها في متصفح كروم وصافي. يعني ما كتشارجي ما كدير حتى شي حاجه وغير كتدخلها لعندك كتخرج لك هذه القائمه هذه في الجنب اللي كتخليك توصل لاي ميزه بغيتيها. كتولي تستافد اوتوماتيكمون من جميع الخدمات ديالو بحال مثلا يصحح لك الاخطاء الاملائيه، تقول له يلخص لك اي نص بغيتي او اللي يترجمه لشي لغه اخرى، وهذا الشيء اللي غادي يوفر لك بزاف ديال الوقت. وما نكذبش عليكم الا قلت لكم هذا الاي اي غادي نبدا نستعملو انا نيت حيت لقيت فيه واحد الحاجه اللي فريمون حمقاتني. من غير انه مبني على تشات جي بي تي 4 وتقدر تستافد منه بلا ما تخلص والو كيف ما كتشوف، ولكن تقدر تسكريني اي تكست بغيتي يدير لك فيه الخدمه وتحطها له بلا ما تكتب بلا ما دير لا كوبي لا كولي كيف ما كتشوف كندير انا، وهو غادي يخدم لك داكشي اللي بغيتي سواء ترجمه سواء تلخصو او لاي حاجه بغيتي. الساطره بزاف. وتصور معايا واحد النهار مشيت عند واحد الدري صاحبي ولقيته عنده في المتصفح ديالو وقلت ليه اشرح لي شنو هادشي، ومصادفه نفس الشركه بغات تتعامل معايا. فالخوت ماكس اي اي فابور تقدر تدخل تجربوا دابا عن طريق الرابط اللي غادي نخليه لك لتحت في الديسكريبشن. وصافي بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر يلا نبداو ديريكت في الفيديو ديالنا. اول واحد بغيت نبدا به هو هذا ما عرفتش علاش داير في السميه سلايم لي وطف. اني هاد خونا هذا الكونسيبت ديالو اللي هو انه غادي يولي ملياردير واحد النهار اللي باي ذا واي بدا هذه 3 سنين بالنسبه للناس اللي عارفينه، ولكن في الحقيقه ديالو هو غير سارح الناس معاه وكل شيء غادي متيقو وكاع الناس كيقولوا هاد السيد حنا واثقين فيه والله يسهل عليه الى اخره، وما عارفينش باللي الا بغيتي دير الملاير اش من ملاير بعدا غير مليون. انا ما غاديش يكون عندك الوقت فين غادي تصور 60,000 ريال في النهار. كان قال لكم باللي غادي يبدا التجاره الالكترونيه وباع كاع داكشي اللي عنده باش يشري بيسي. غادي نشد كاع داكشي اللي عندي وغادي نحطو في البيسي بورطاب وغادي نرجع ربنا خلقتنا. وفعلا دار التجاره الالكترونيه وربح منها 1800 درهم. ساطره مبلغ زوين هذا صراحه، ولكن خسر 3000 درهم في الاشاره. يعني في داكشي اللي رابح دابا ناقص 1200 درهم، خسر 1200 درهم. بحال دوك البروجيات اللي كتبغي ديرهم انت وصاحبك. يعني في التوتال خسرت 1200 درهم من التجاره الالكترونيه، خسرتها في الاشهارات. علاش خسرتها؟ حيتاش انا مازال مبتدئ. لا اسمح لي ماشي حيتاش مبتدئ، وانما خاصك تطلع الكونتنت حيتاش هذا هو الكونسيبت ديالك باش عرفناك اصلا واش خسرتي 3000 درهم ولا اصلا واش ربحتي شي 1800 درهم ما عرفنا والو. وانت كمبتدئ اش داك تخسر 3000 درهم كامله؟ او مبتدئ غادي تخسر 300 درهم 500 درهم. خويا 3000 درهم كامله تخسرها وانت مبتدئ كي درتي ليها؟ وحبست التجاره الالكترونيه حيت دوك المعلومات اللي كانوا خاصني ما لقيتهم في حتى بلاصه، ما لقيتهمش في يوتيوب، ما لقيتهم في حتى دوره، ما لقيتهم في حتى شي بلاصه. انا نقول لكم المعلومه اللي خاصه واللي هي كيسحب لي باللي كاين شي بوطونه كيبرك عليها وكيخرجوا له الملاير في الملاير. تفو بديت كنقول بحالو تفو anyway كيقلب على شي بوطونه ملي كيخرجوا منها الفلوس بلا ما يدير والو. فهادشي علاش كيقلب واقيلا. الا وليت ملياردير وكتسولوا راسكم كي درت ليها، ها كي درت ليها. يعني دابا ناس غنحل عيني مع الصباح وغتشوف نوريكم اش كنشوف. يعني حليت عيني اش كيبان ليا؟ كيبان ليا انا املك 100,000 درهم. الهدف الاول ديالي اللي هو خاص يكون عندي 10 ديال المليون، حيتاش كتشد الهدف الكبير اللي هو غادي يولي ملياردير وكتقسموا لاهداف صغار.
اول هدف عندي دابا هو خاص تكون عندي 10 ديال المليون. شوف انا هضروا الدراري سيريو واحد شويه صافي، ما عرفتش واش كيهضروا هو بصح ولا غير مطلعه، ولكن حيد عليا الضحك دابا وغادي نهضر بصح انايا. الا كنتي اخويا غير مطلعه وضحك على الناس مزيان هانيات، ولكن الا كنتي كتهضر بصح هذه راه مشكله كبيره، حيت انت دلوجنال بزاف كتفكر دابا وكتقول الا فكرت في مليار بزاف وكتبتها في حيط وامن بها راه غادا تجيني. كاين بزاف ديال الناس كيامنوا بقانون الجذب وهاد الشيت هذا. شوف دبروا راسكم، انا ما كنامنش بداك التخربيق بعدا. غنقول لكم المشكله اللي عندي دابا. المشكله ان هاد الشخص كيأثر على بزاف ديال الناس اللي ممكن حتى هما يكونوا باغيين يديروا شي حاجه في حياتهم، ولكن المشكله كيأثر عليهم بشكل سلبي. حيت الا بقيتي جالس وكاتب ورقه فيها مليون وكتقرا فيها كل نهار وتحلم بها، راه ما عمرك غادي ديرها واخا تقراها ب 20 لغه مختلفه. يعني بلاص ما يأثر على الناس بانهم خاصهم يخدموا مزيان ويفيقوا بكري وياكلوا اكل صحي، حيت كيأثر على الدماغ والافكار اللي كتجيك، يعطيهم نصائح في كيفاش يجمعوا الفلوس وكيفاش يحافظوا على الفلوس. لا جالس كينصحهم انه يبقاو غير جالسين ويعاودوا كلمه الملايير 60,000 خطره في النهار وهكا غادي يوليو لاباس عليهم، وهادشي اللي غلط. ومشكله حتى الا كنتي انت يا عزيزي المشاهد ولا عزيزتي المشاهده شي واحد ولا شي وحده اللي فيه طاقه عاليه وفيك ما يخدم وتضرب تماره باش تجيب فلوس وتحقق الاحلام ديالك، غادي يطلع لك هاد خونا هذا غادي تريح في بلاصتك صافي وتكتب حتى انت مليون فرقه وتبقى تشوف فيها كل صباح فاش تفيق. الخوت ويك اب. ولكن لا كان خونا الكونسيبت ديالو غضاحك اصلا فماشي مشكله عادي، غير هو خاصو يقولها باش ما يصيدش معاه بنادم وصافي. تقول لي شنو بان لك في هادشي نتايا اللي قلت، ويلا ندوزو ديريكت للشخصيه الثانيه واللي هي هذا بنت هادي. صبري عليا مالي ماك ما نصبر على حتى واحد. هذاك الشيء بغيت نوضح هذه المساله حيت بنادم يسحبوا فريمون شي غير الماتيريال وصافي واش تمشي. Je suis matérialiste, oui, dans le sens que je l'ai déjà dit, hein, comme je peux pas être avec quelqu'un qui vient de nana. ناري يا صاحبي واش شحال تعصبت. البنات مالكم صاحبي ما فهمت مالك. اول حاجه كنقدم كامل الاحترام لاي واحد كيبيع النعناع ولا اي مهنه شريفه بحال هكايا، هذه اول حاجه. ثانيا اش هاد الهضره واش هاد الاسلوب الصاد، ما عرفت صراحه شنو عندها ولا شنو كتمتلك في هاد الحياه اللي خليها تهضر بهاد الطريقه هادي. حيت فريمون كتشوف شي بودكاستات في امريكان كتلقى الصاد المراه ما عرفت فين واصله، الزين عندها، الفلوس عندها، الممتلكات عندها، احسن طوموبيلات، احسن ديور، احسن كل شيء، وديما كتلقاها كتهضر مؤدبه محترمه بروفيسيونيل. صات ما هادي عاوتاني. ولكن شوف الدراري حتى حنا عندنا واحد الجانب ديال الغلط وبالرجوله. الغلط منكم نتوما حيتاش كديو بحال هاد النوع صاحبي، حيت ما يمكنش لشي سلعه تكون كاينه وما كاينش السوق ديالها، فهمتي؟ يعني من حد هاد النوع موجود الا وهادشي كيعني انه كاين اللي كيديه، وهادشي راه ما بلانش الصاد. وغادي نقول لكم كيف ما قلت في الفيديو اللي فات، راه عادي خليهم يقولوا اللي بغاو، مي في الاخر راه انت اللي غادي تختار شكون مناسبك الصاد. سو بليز ما تمشيش تختار شي وحده بحال هادي الله يرحم باك، حيت باختيار ديالك ليهم راه هادشي علاش كيتكاثروا. وصراحه ما كنتش غادي نهضر عليها كاع في هذا الفيديو هذا، كون ما دخلاتش ديك مول النعناع في الهضره، حيت بصح ما كتعني حتى شي حاجه. عبر على الراي ديالك، ولكن باش تحتقر واحد الفئه في المجتمع ولا تحسب راسك احسن منهم، هذه راه اكثر حاجه ما كنحبلهاش تكون في شي واحد شكون ما بغى يكون، حيت انتيا بالضبط ما احسن من حتى شي واحد اصلا. وغادي نكون متفاجئ لا شي حد غير فكر فيك اصلا، ولكن اللي بصح تفاجئت منها واللي هي اختنا هذه اللي تزوجات. خوت واش داروا الميزاجور ونو في اخباري والو ولا كيفاش؟ ياك نورمالمون كانوا كيغطيو المراه وكيبينوا الراجل زعما الغيره وداكشي، واش ولا الراجل دابا هو اللي كيتغطى ولا كيفاش؟ ما فهمتش. دابا غادي تجي عندك مرتك وتقول لك شوف غنحطك باش يشوفوني ولكن نتايا غنغطيك. وات واش برانك؟ عافاك قولوا لي في الاخر الفيديو راه درنا لكم برانك واشنو هذا صاد. شوف شنو تجوج. عادي شوف كل واحد النوع ديالو عادي فاك. وايضا فري ستري راجلك اختي الدنيا خايبه ماشي هو يسترها لا هي تسترو. صادنا ملاقي معاه من صحتها. وقيلا كيبان لي من الاحسن بعد على هادشي ديال السوشيال ميديا المغربيه، حيتاش غير يومين وانا كنهضر فيها قرب يطرطق ليا شي عرق، وانا خويا مازال باغي نعيش. وإلا قابلت هادشي غادي نموت دغيا. بلا ما نهضروا على واحد اختنا اللي سميتها شيماء، ويليك صاحبي ديما طالعه لي في الريلز. شوف بلوكيتها من جميع الحسابات ديال الدنيا اللي كاينين ومازال كطلع ليا كيفاش دارت ليها الله اعلم. بغيتي نتعلم الطريقه ديال الماركتين ديالها، كيفاش بنادم يبلوكيك 500,000 خطره وبخا هكا كطلع له زطه بحال هكا. الصاد كتخرج لي في التليفون بالسيف عليا انايا، غير كنحل التليفون كتخرج ليا في وجهي. وبلا ما نهضروا على داك خوها عاوتاني ولا ولدها ولا ما عرفتش شنو تيجيها كاع. الصاد بل هاد واش مرض. علاش عندنا بحال الانواع دايرين بحال هكا؟ شوف راه الا بقى هادشي داير بحال هكا راه غادي نبين وجه الخوت، حيت ما يمكنش اصاحبي السوشيال ميديا ما فيها حتى شي حاجه. شنو هادشي؟ بغينا محتوى بغينا شي حاجه، لا كاين غير البنات الحسا ما نتزوجش
المواضيع ديال الزواج اون جينيرال، النفقه، الحبس، اللحسه عاوتاني، صات شنو هادشي هذا؟ واش تسالوا المواضيع ولا كيفاش؟ عموما وملي وصلتي حتى لهنايا وعرفتي هادشي كامل، فكنظن غادي تبغي تعرف حتى القصه ديال هاد الفتاه هادي وشنو طرا ليها مؤخرا. فنصحك ضروري تشوف هاد الفيديو هذا، لايك واشتراك وفعل الجرس. نشوفكم في فيديو جديد وبيس.